ازيكم يا اخواتي واحلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا كالعاده رجعنا لكم النهارده في فيديو جديد. فيديو النهارده مهم جدا لكل الناس. فيديو النهارده يعني ممكن تكون حاجه قديمه، بس ممكن يكون حد لسه مش عارفها. طبعا قبل ما ابدا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واخبط لايك كده وانت معدي وكومنت حلو منك كده. طيب يا برو، فيديو النهارده بيتكلم عن ازاي تخلي تليفون اي شخص يظهر له باسورد من خلال التطبيق ده. كل الحكاية ان التطبيق ده بتخش عليه كده فيفتح معاك بالواجهة دي، تيجي تطلع كده، مثلا تيجي كده تعمل اي حاجة، مش عايز اي حاجة لازم نكتب باسورد الضحية عشان يخش. طبعا الباسورد ده انت بتغيره، فطبعا زي ما انت شايف مثلا اهو مش نافع. لو كتبت اي باسورد غير 1 2 3 ده بيفتح تمام. نيجي نكتب اي باسورد مثلا اهو هيقولك لا، حدث خطأ، حدث خطأ، حاجة خطأ. طبعا انت الكلام ده كله هقولك ازاي تعدل على الشكل ده وتعدل على الاسم وتعدل على كل حاجه. طبعا بص يا جدعان، هو عمال ارجع اهو عشان اطلع مش عايز يطلع، فلازم نكتب الباسورد علشان يخش. طبعا اهو كتبنا الباسورد هيفتح. طيب كل اللي هنحتاجه البرنامج ده والبرنامج ده علشان نغير الصوره دي والاسم ده والكلام اللي جوه. طيب اول حاجه نخش على البرنامج ده وهندوس على الثلاث شرط اللي فوق على الشمال دول اهو، تمام. وهنختار دي اكستراكت ابك، وبعد كده هنبحث على كلمة مشروع. نكتب هنا كده ميم شين، هيظهرلك دي، هتدوس عليها كده وهندوس على اكستراكت ابك. هنرجع كده هنلاقيه هنا، ندوس عليه كده، معلش ندوس عليه كده وهندوس على دي الاول، تمام. وهندوس على XML دي. طبعا بص هيظهرلك هنا اللي هو الكلام اللي هو انت اول ما تخش على التطبيق اللي هو بتاع ويلكم تو ذا ابك، وتم قفل الهاتف بواسطة كذا، وادخل الباسورد والتالي والاسم بتاعي. ده اللي انت اول ما بتفتح الباسورد اللي هما دول اهو، الاسم اهو وكلمة التالي وادخل الباسورد وتم قفل الهاتف وويلكم تو ذا اب. طيب تمام، نكتب الباسورد عشان يفتح. ده لو انت تغير الشكل من جوه. طبعا عايزين نغير الاسم اللي هو بتاع مشروع هاتف باسورد، ولا نخش هنا كده، هنرجع كده، هنخش كده هندوس على الريس. هنا مش هتلاقي في قلبها حاجة، هنا كده ندور فينا برضو مش هتلاقي حاجة. طيب هنلاقيه فين؟ هتلاقيه في الريس يا اما في الكلاسز. طيب هنا ندور كده في الريس اهو، مشروع هاتف بباسورد. تغير اسم بقى، اكتب اي اسم انت عايزه، اي اسم اي حاجة. طيب وبعد كده تعمل ايه؟ هترجع كده، نفترض مثلا نكتب ايه، مثلا خليها كده مثلا، هندوس اوكي. بعد كده نرجع كده، نرجع هندوس سيف، ولازم أن تكون مفعل دي علشان الخيارات بتاعتك تتحفظ، وهتدوس اوكي. وهترجع كده، بص هتلاقي كل حاجة اتغيرت. لو ما لقيتوش اتغير هتخش على الكلاسز وهتدوس على اول واحدة وهندوس سيلكت اول وهتدوس اوكي، وهتبحث تغيرها من هنا، وهتكتب مثلا كلمة مشروع، تمام. ندوس اوكي، مش هتلاقيها هنا اصلا، يعني اهو لحظة كده ندور هنا، لو لقيتها هنا ممكن تلاقيها هنا. اوكي، فلتر مشروع، مش هتلاقي هنا، فهي بتتغير من هناك بس. فانت اول ما تغيرها هتلاقيها اتغيرت معاك عادي، وهتروح مثبته تمام. طيب نرجع، عايزين نغير الصورة بقى، هنخش على APK اديتور، تمام. اي نسخة، سواء النسخة دي او النسخة اللي انا هسيبها لك في الديسكريبشن، او انت لو معاك نسخة تانية تمام عادي. هندوس على تشوز ابيك فور انستلر، يعني نختار من المثبتين. لو انت مثبتوش اختار اللي فوق، لو مثبته اختار من اللي تحت. نختار ده، وهنكتب هنا كده كلمة مشروع، نروح بحث، دايسين على البحث كده اهو، هنخش كده واختار تاني واحدة، تمام. هندوس كانسل، هندوس على ايميجنج، هتلاقي الصورة